عقد العاهل المغربي الملك محمد السادس جلسة مباحثات مشتركة مع الرئيس النيجيري محمد بوخاري. وشهد الجانبان في مقر القصر الرئاسي في العاصمة النيجيرية أبوجا إطلاق شراكة استراتيجية وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات الزراعة والصيد البحري والخدمات الجوية والطاقة المتجددة. كما وقع الطرفان اتفاقية لمد خط لأنابيب الغاز لربط إفريقيا بأوروبا. 4128 كيلومتر هو طول أنبوب النفط العملاق الذي تستعد الشركة النفطية الوطنية في نيجيريا لإقامته في شمال أفريقيا. المشروع الكبير هو عبارة عن مد أنبوب غاز عابر للصحراء يربط بين نيجيريا وأوروبا عبر النيجر والجزائر. أشغال إقامة المشروع ستنطلق في مرحلة أولى من خلال عملية مد أنبوب الغاز من منطقة كالابير جنوب غرب نيجيريا إلى كانو شمال البلاد. أما الشطرين المتبقيين فسيكونان في النيجر ثم في الجزائر. وكانت النيجر والجزائر ونيجيريا قد أبرموا في العام 2009 اتفاقا بين الحكومات لتجسيد هذا المشروع الضخم الذي من شأنه نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز نحو أوروبا. وسيكلف أنبوب الغاز نحو 10 مليارات دولار. أما الاستثمارات الخاصة بمحطات تخزين الغاز فستناهز 3 مليارات دولار. ويعكف مجمع نيجيريان ناشيونال بتروليوم كوربوريشن الذي يعاني من نقص التمويل على إنجاز دراسة عديد الخيارات من أجل الحصول على تمويلات، فيما تهدد تنظيمات متشددة باستهداف الأنبوب وتفجيره. وكانت الحكومة النيجيرية قد خصصت نحو 400 مليون دولار من ميزانيتها للعام 2013 لإطلاق أشغال مد أنبوب الغاز، غير أن المشروع عانى من بعض التباطؤ من أجل إخراجه إلى حيز الوجود بسبب مشكلة تقنية تمثلت في تأخر المصادقة على قانون النفط الجديد في البلاد. وقد تسبب التباطؤ في تجميد جميع المشاريع البترولية في البلاد، حيث تمتلك نيجيريا سابع أكبر احتياط غاز في العالم المقدر بنحو 185 مليار قدم مكعب. ويثير المشروع أيضا اهتمام الشركة الروسية العملاقة غازبروم التي دخلت العام الماضي في مفاوضات أولية من أجل المشاركة في الاستثمار. وسيصبح المشروع جاهزا اعتبارا من العام 2015 حيث تتطلع نيجيريا إلى مد أوروبا بالغاز.